لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. آمين تذكر رنيم بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إضمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. فما لعينيك إن كلت تكفو فهمتا وما لقلبك إن كنت تستفيك يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لولا الهوى لم تريك دمعا على طللي ولا أركت لذكر الباني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتري ذو الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولم أنصفت لم تلومي عادتك هانيا لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائي بمنحسب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محتني النسح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم. إني اتهمت ناصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نسح عن التحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
الأهوال مقتحمين أمارة بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والحرم من جهلها بنذير الشيب والحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل كرام ضيف ألم برأس غير معتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم ولا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم واسري
أن توليه إن الهوى متوال لا يسمي أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطيع منهما خصما ولا هكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم وشد سائس من جوعي ومن شبعين فرب محمصة شر من التخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمهم الندم يا ربي بالمصطفى بلغ
مضى يا واسع الكرم وخالف النفس شيطان عاسهما وإنهما محضا كالنصح فالتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وخالف النفس شيطان عاسهما وإنهما محضا كالنصح فالتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن استقت قدما انظر من ورمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وشد من شراب أحشاءه وطوى تحت الهجارة كاسحا مطرف الأدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وإلى الملائكة المقربين والكريمين والرحمن والمؤمنين والحفظة أجمعين سيدنا الشيخ بالقول
وجميع شيء جميع الوالين وخصوصا حضرة البدير ورسوله وجماعه وجميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا حلا أرواحهم شيء لله لنا ولهم ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الفاتح لقضاء حاجاتنا ونياتنا وغسل ذنوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكثون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكز في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
يكذبون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله عظمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله اللهم اجعلنا من المفلحين آمين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله والطيبين الطاهرين
وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم قبيحا ما بقي من الأيام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى سادتنا وسادتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Reng berkhusyuk doakan reng 10 kaulul panjenengan segi peti atau sebelum tanda umur dengan harapan terbuka doa birrul walidain katinto menjadi bukti atau saksi bahwa kaum panjenengan dadi orang sing birrul walidain insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukri alwalidain wal ihsani ilaihima وحثنا على الاغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جميع جوامع رضوانك ومواطن عمر وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك واهدر به عليهم اللطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا
متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين اللهم فضلهم اللهم فضلهم ذلك البد الذي أشرفته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعداء المصلحين والرعاة الناصحين اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما أثرونا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا منا الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها في اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم يا الله أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سرتهم منا في الحياة فسرهم منا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما تحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا توفقهم منا على موقف افتضاح بما نجترحه من سوء الاجتراح اللهم وما تلوته من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم يا كريم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أقسامنا وسامهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم واثبت وأنت أولى بالبر من البار وحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بذا بنا من أعبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع النبيين ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para habaib, para ulama, para asatid, segenap para hadirin, keluarga besar dari almarhum sahibul haul ila rahmatillahil hayyil qayyum al-jad Mbah Muhajir rahimahullahu rahmatal abrar wa dakhalahu jannatahu daral qarar. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di malam mangken kaula juga para ajunan setuju bisa bermunajat areng-sareng membacakan khatmil Quran ihda'ut thawab khusus kanggo sahibul haul Mbah Muhajir dan setuju ring sepuh kaula panjenengan sampai kepada umur keyakinan tambahan amal ibadah seterima Allah Subhanahu wa taala. Benar mancer pertemuan malam mangken benih pertemuan saya terakhir tahun boleh tambah umur sebarokah sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu yang terjadi pasti akan dimulai daripada permulaan. Orang nikah tak langsung sepo kecuali mulai dari masa muda. Orang nikah tak langsung alim kecuali mulai dari buduk, tak ngerti. Dan setiap sesuatu yang terjadi di atas dunia pasti ada permulaannya. Nah, ketika manusia ingin berkeinginan menjadi orang yang baik, maka kita harus mulai dari sekarang bagaimana sekiranya kita menjadi orang yang baik. Ketika kalau menjenengan berusaha menjadi orang yang ikhlas, maka kita mulai dari sekarang bagaimana caranya kita menjadi orang yang ikhlas. Karena sederhana itu mesti beda permulaan. Beda mabeda, beda kabitengah, beda ibtidah. Tak langsung tsanawiyah, tak langsung aliyah, akan tetapi dari ibtidah. Waqila fil ihya wa yuqalu fil ihya mabda'ur rahmati fi'lul khair wa mabda'ul khair ar-rughbah wa mabda'ur rughbah dzikru ahwalis salihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda dzikris salihin tanazzalur rahmah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam mathalul jalisis salih mithlu sahibil misik illam yahab laka minhu tajid rihahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisis su kamathalil kir illam yuhrika bi syararihi aliqa biha bin rih aliqa bika bin rih. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan mabda'ur rahmati fi'lul khair. Permulaan daripada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah fi'lul khair. Mengerjakan sesuatu yang baik.
Manakala kita menginginkan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dimulai daripada ibtida. Apa itu ibtidanya? Fi'lul khair, mengerjakan sesuatu yang baik. Kaula pun panjenengan oleh rahmat dari Gusti Allah, oleh kebelasan dari Gusti Allah, maka mulai daripada seneng ngelakonin bareng si bagus. Mun tak seneng ngelakonin bareng si bagus, maka cek berharap oleh rahmat daripada Allah, karena melakukan kebaikan ini adalah ngonceng rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang ini keberat untuk melakukan sesuatu si bagus kado. Dari macam tero ringan nah, tero enteng untuk melakukan kebaikan. Wa mabda'ul khair ar-rubah. Permulaan daripada orang bisa dan ringan untuk melakukan kebaikan ar-rubah. Cinta dengan orang-orang yang baik. Senang de orang-orang yang bagus. Bergabung di orang-orang yang bagus. Hadir majelis-majelis yang bagus, paksa untuk menghadiri. Bergabung, apolong bi orang-orang yang bagus, maka sekejap lambat laun kau leban panjenengan bekal ibrin taufik ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebagusan. Langsung sholat berjamaah sulit. Langsung baca Al-Qur'an repot. Langsung sholawat berzikir berat. Wa mabda'ur rahmah wa mabda'ul khair, permulaan daripada untuk melakukan kebaikan ar-rubah. Mencintai orang-orang yang baik, mencintai tempat-tempat yang baik, bergabung dengan orang-orang yang baik. Maka mon kau leban panjenengan ne ke troo ne abe ne ke bagus cuba entau saja ngok kelakon. Orang ne mon bagus tangan jago. Orang itu kalau baik pasti cinta senang bergaul dengan orang baik. Sebaliknya, orang yang jelek, dia senang dan suka bergabung dengan orang-orang yang jelek dan senang bergabung di tempat-tempat yang jelek. Benih bagus polan pakai enak lah. Bagus. Bagus kelakona. Bagus akhlakah. Bagus tata keramana. Maka mon kau leban panjenengan berusaha mendekat de orang-orang sebagus, maka insya Allah kau leban panjenengan sekejap bekal teti orang sebagus, yakni senang ngelakonin bareng sebagus. Nah, terus teti orang sing ngelakonin kebagusan sulit. Cara nah ar-rubah. Wa mabda'ul khair ar-rubah. Cinta ada orang-orang sebagus, seneng ada tempat-tempat seba. Lah terus tadi yang bagus tapi bacik dari yang bagus repot. Terus tadi yang bagus tapi tak gelem gabung di tempat-tempat sebagus, tak mungkin. Maka cara untuk tadi yang bagus, terus rahmat Allah Subhanahu wa taala lakonin kebagusan, terus tadi yang bagus, gampang lakonin kebagusan, tolong bi orang-orang sebagus. Bergabung bi orang-orang sebagus. Mula cinta ada orang sebagus, maka kalau panjenengan benih bareng tak mungkin bakal dadi yang bagus. Berat Ustaz. Cinta ada tempat-tempat sebagus, seneng ada orang-orang sebagus, sulit karena kula yang coba. Kau leken orang becet, kau orang tak gena. Wa mabda'ur rubah. Adapun permulaan daripada cinta kepada orang-orang yang baik, engki peneka zikru ahwalis salihin, sering sekut put nyebut kisah-kisah atau asma-asmana orang sesoleh. Mun apolong bi orang sesoleh sulit, nyebutnya menetok bi kada. Mulai nyebut neka alergi bi nyaman orang sesoleh. Alergi getel kau pengeding cerita nak manakib orang sebagus. Berarti tak ada kemungkinan kecil dari yang bagus, karena orang mulai tak dari yang bagus jauh dari rahmat, mulai jauh dari rahmat berarti orang tak mungkin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak. Maka jangan benteng nih. Ada orang masuk ke surga bi amal sobu.
Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Sekalipun engkau ya Rasulullah, wala ana can Nabi, walaupun engkau tak bakal masuk surga ke bentang amal, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah yang selalu meliputi dengan kasih sayangnya. Sampian bisa hadir sebab Allah Taala beri rahmat. Sampian bisa baca Al-Quran juz-juzan, bisa baca Yasin telokale, bisa zikir karena Allah Taala beri rahmat ke sampian. Mungkin malam makin banyak orang yang semaksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Mulai ngeding cerita orang saya soleh, tak seneng, ngetelak pun tak sudi, merengaki pun tak suka, enggan untuk mendengar orang saya soleh. Berarti orang ini jauh daripada rubah kecintaan, mulai jauh dari rubah berarti jauh daripada kebagusan, mulai jauh dari kebagusan, jauh dari rahmat Allah, mulai jauh dari rahmat Allah berarti jauh dari surga. Nah, oleh karena itu, cek senpusen, epa enga, bi orang-orang saya soleh. Cak buk ngeding cerita-cerita orang sesemak dekat Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inda dzikri salihin tanazzalur rahmat." Ketika disebut kisah-kisah orang yang soleh atau menyebut nama-nama orang yang baik, tanazzalur rahmat, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Malam mangken kalau dengan benih kun cuma nyebut nyaman orang sesoleh tapi nyebut sayyidus salihin. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun nyebut nyaman orang sesoleh tanazzalur rahmat. Turun rahmat Allah. Mun nyebut cerita orang-orang sesoleh para beli-beli, turun kasih sayang Allah. Bagaimana kita menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Membaca sirah, membaca teladan, membaca kisah masa hidup beliau. Mun nyebut-nyebutnya mana benceretan orang sebagus baik. Mendatang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh nyebutnya mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebutnya mana orang sesoleh? Tanazzalur rahmat. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang seseneng apolong bi orang-orang sebagus. Bergabung ning tempat-tempat sebagus. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalul jalisi salih mithla sahibil misik. Perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang saleh. Perumpamaan orang yang mau duduk dengan orang-orang yang baik, mithla sahibil misik, sama halnya dengan orang yang mempunyai minyak misik. Illam yahab laka minhu, jika engkau tidak mendapatkan minyak wangi, minyak yang bau harum semerbak mewangi, paling tidak engkau akan menemukan tajid rihahu, paling tidak engkau akan mencium bau harum daripada minyak tersebut. Apolong bi orang jualan minyak, sekalipun tak oleh minyak, minimal kul dengan ngiding borok omah. Apolong bi orang sesoleh, banyak manfaat. Hayyan wa maita, odi atau bermatena. Ki odin orang sebagus, matena tetap orang bagus. Entaren pesarena, idingaki ceritana. Karena kelaban ngidingaki cerita orang sesoleh, hayyan wa maita, baik odi atau bermate, maka kul dengan bisa memposisikan abe kul dengan seberapa penilai kul sampean bila pendingaki kelaban cerita orang sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala. Kabit sodako sokone aroma sabangga. Kabit duhan yang 2 rakaat aroma sepuas. Kabit hatam Al-Quran sebulan sekali semakin merasa hebat. Edingaki cerita orang-orang sesoleh. Maka kul dengan bekal oning seberapa penilai ibadah kau ulun dengan tak seberapa para hadirin. Sebaliknya orang mau napolong bi orang sesoleh, padana orang apolong bi orang andi minyak rokok. Mau tak oleh minyak minimal oleh bauna. Tapi sebaliknya, dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi su kamithlil kir. Orang yang duduk dengan orang-orang yang jelek, bergabung dengan tempat-tempat yang jelek, abareng bi orang saya cuba, apolong bi orang-orang saya cuba, kamathalil kir, ane ke Kanjeng Nabi mengumpamakan enga orang sekening apolong bi kampuan. Mun sampian tek kening letek,
minimal sampean kening bauna si amang. Apolong bi orang saya coba kelakon nah. Ane kepengaruhnya sangat raja. Mun sampean tak tetireng coba, paling tidak sampean dalam ateh terong ngerasakna kata apa tetireng coba. Padahal orang apolong bi orang saya nyerepo kampuan. Sama halnya dengan orang yang meniup bara api. Mun sampean teen apoi gele, paling tidak sampean pasti ngeding bau tak nyaman daripada bau-bau saya timbul lagi daripada kampuan gele, apoi gele, ameng bau. Oleh karena kadinto, kita harus pandai memilah dan memilih cek sakapin orang ke polong. Cek sakapin orang ke kancah. Intabih tiate. Karena laki dan anak-anak sedini mungkin orang-orang sesai. Karena kulit sampean tak langsung jadi orang saya, kecuali cinta ada orang sesai. Setuju kesayangan Kak Dinto. Mun kul dengan apolong bi orang sesai. Tronero orang sesai. Al-Imam Ghazali juga di dalam kitab Ihya beliau mengatakan man jalasa syakhsan sarat sifatuhu min haitsu la yadri sya'a am abah. Barang siapa yang duduk dengan orang lain, maka mau tidak mau sadar ataupun tidak sadar, engkau akan ditulari penyakit daripada orang yang engkau dampingi, engkau yang akan berdampingan dengannya. Apolong bi orang saya coba, Ibnu Ghazali, sarat sifatuhu, sekejap kinolar sifat kesampian. Sya'am aba, gelem tak gelem. Min haitsu la yadri, tanpa kamu sadari. Tak bisa langsung berubah orang nikah, beda permulaannya. Sebagaimana kebakaran tak langsung raja kebakaran nikah. Tak mau langsung raja kebakaran nikah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alaw Al-Haddad mengatakan, kullu syai'in mabda'uha minan nadhar. Kamu'dhamin nari min mustasghari syarar. Segala sesuatu akan bermula daripada pandangan. Beda permulaan agapi. Tak langsung orang teti orang sesai kecuali merepat nikah sering ajiling orang sesai. Tak langsung orang nikah seneng ngelakuin kebagusan kecuali sering agabung ning tempat-tempat sebagus. Nikah debun beliau. Sebagaimana kebakaran tak langsung raja kebakaran nikah. Dari barang sepaling kene kada. Apa jadi? Sering memandang orang sebagus. Sering memandang orang sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala. Gen memandang tok nikah bisa main enggak dekat Allah Subhanahu wa taala. Gen aciling tok ke wajana. Berempat orang tanpa nasihat teh. Kabid aciling tok nikah pun tobat para hadirin. Dari cerita orang aciling wajana ya Hamid Pasuruan. Beliau belum nasihat, beliau belum ceramah, gen aciling wajana berubah. Katipun panapa? Orang-orang kafir asal beci ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan memandang wajahnya saja. Apa kata mereka? Wallahi innahu laisa biwajhin kadzab. Demi Allah, wajah yang seperti ini jauh daripada wajah yang pembohong, jauh daripada kata-kata dusta. Ken aciling wajana ampun maca syahadat. Ken aciling wajana ampun masuk Islam. Cak aciling kecuali pandangan kul manjenengan bisa mendatang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nasihat nikah yang kebiasa, tak penting, Pak. Tapi ketahuilah, ketika kul manjenengan berusaha lain dari kade untuk mencapai rahmat Allah, mabda'ur rahmah fi'lul khair. Untuk meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah, fi'lul khair. Lakuin bareng sebagus. Wa mabda'ul khair, untuk gampang ringan melakukan kebagusan, ar-ruhbah, cintain kada bareng sebagus gila. Nih pada bi orang si ahli rokok. Orang si ahli rokok ni tak langsung mato, tak langsung tet-setetan enten. Ndak ada beto. Kepelangan. Bila perlu ngota. Tapi paksa supaya abah di seneng ngarokok. Terus sampai mau meringakan. Mun tak rokok tak nyaman. Mun pasaan bahkan ngocak engko mun karo ngakan kuat, king rokok engko tak kuat.
Angok lapar atau apa-apa sepenting oleh rokok. Saking dari hebat tah kebiasaan merokok. Sampai bila keadaan bu sampai nak nikah? Tak nyaman mau tak baca solawat. Tak nyaman mau tak baca Al-Quran. Merasa berdesai korang mau tak solat berjamaah. Tak sempurna perasaan mau tak ngangkui siwak. Sampai bila? Tak berubah aku macam ayo mulai dari makan. Karena setiap sesuatu beda permulaan. Tak langsung jadi yang fokus pak. Ada cerita orang fokus kecuali andi masa lalu. Ada orang andi masa lalu kecuali andi masa depan. Ada orang fokus bila mari titireng cuba lah. Setiap saat titireng fokus mulai dari makan. Cak dus todus. Cak kok tako. Orang sesoleh ini benih macan. Tak kira ngakan sampean. Entaren majelis bergabung di orang-orang sebagus. Kala manfaat mempongki ber orang sesoleh. Dekik mula daerah ni kata ada orang soleh sama sekali. Ada orang bagus sekali. Karibak cubaan menono. Maka saat ni kakul manjinan pun tandi tekuan sama sekali. Oleh kerana itu para hadirin. Nasihat ni kementermu ketetian nasihat semanfaat. Apolong di orang-orang sesai. Esakseen. Ben orang sesai. Dalam rangka holepon orang sesai. Mentermu tak cegah dari majlis, tak pujar dari tempat, kecuali kaul mancinangan itu tiaki orang-orang sesai insyaAllah. Saya kelakona, amin. Saya atenah, amin. Allahumma, setiap sesuatu berpermulaan. Untuk mendapatkan rahmat, berpermulaan. Pesenang ngelakuin kebagusan. Mun tak bisa langsung ngelakuin kebagusan, pesenang dah orang-orang yang senang ngelakuin kebagusan. Atau paling tidak, kaul mancinengan. Cek sekapin orang ke polong. Mun abak titireng putuh, cak polong bireng putuh. Malah tak tambah butuh. Mun abak reng celeng, cak polong bireng celeng. Malah tak tambah pulang. Abak reng bulurik. Terus teti orang seputih. Nyari orang seputih. Abak orang tak gena. Nyari orang segena. Sebisa nonton sambian. Semakin semak dekat Allah. Semakin senang ngelakuin perang sebagus. Mun beda orang ngajak sambian untuk bermaksiat. Ngajak kaul mancinengan untuk melanggar perintah Gusti Allah. Pelen cuma dua. Ima sambian seningkel orang nikah atau orang nikah tondung dari sambian. Artinya cek sampai segan-segan kaul mancinengan ngocak engkau orang butuh, kaki orang butuh. Mun kuak polong biben tambah butuh. Tolong cek mak semak kangko. Engkau lebih cet. Apolong biben engkau tambah tak gena. Kulit sampean pun orang rosak. Orang rosak nyari orang sebisa nenteni. Sebisa membecek akhlak kulit sampean. Sebisa membecek ibadah kulit mancinengan. Ampun punya bektos tersia-sia. Umur berlalu begitu saja. Ayo berubah punan. Saat berubah. Kematian semakin semak. Ajal semakin mendekat. Umur benar semakin tambah, benar semakin jauh semakin semak. Sesuatu sepasti datang berarti semak. Kullu atin garib. Barang sepasti datang berarti semak. Ada sepasti datang kecuali kematian. Maka nyon dekat Allah Subhanahu wa taala. Termuka kaul manjenengan. Apa senengah ngelakuin kebagusan. Apa seneng ada orang-orang sebagus. Dalam hati tertanam dan tertancap dalam hati kaul manjenengan. Yang kita nega ar-rubah. Cinta dan kebagusan bencinta ada orang-orang yang bagus. Amin. Allahumma amin. Jadi tanda orang bagus, tak usah ngeren orang, tangeren abak tibi. Mula seneng ada orang yang bagus, berarti tanda orang yang bagus. Tanda orang cuba, orang yang seneng apa long bireng cuba, berarti orang ini orang cuba. Tak usah ngaren orang, karena ilmu ini kebenakan kui ngokor orang, tapi ngakang kui ngokor kau lebih mancinengan. Mantar muka, barokana haul. Setaja hajat kul mancinengan. Setaja pegempang tineng Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Malar manter pertemuan malam mangken abak tak manfaat barakah. Kang kui nak foto kul mancinengan sampai tineng kiamat jaga tineng Allah Subhanahu wa taala. Jaga adab, jaga akhlakah, jaga agamana, jaga imanah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mepolong kaul mancinengan.
Neng pesarin orang-orang sesai. Apolong ben orang-orang sesai ben apolong ning tempat sesai. Maka mater muka kul panjenengan takdirakin tadi orang sesai. Amin Allahumma amin. Para hadirin, sepaling terpenting ngereng nyoon ke Allah Subhanahu wa taala. Namun kul panjenengan depak ka umur mater muka husnul khatimah. Mater muka maksiat saya lakonin, kecubaan saya lakonin. Tak lang-ngalangin kul panjenengan untuk bisa memandang wajah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar mater ning akhir hayat kul panjenengan Kanjeng Nabi hadir nonton kauluban panjenengan sehingga kul panjenengan ning akhir umur bisa ngucapake kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malar mater pagi ning akhirat merepat kul panjenengan takdir bisa ketinggal wajah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mater muga ning waku ning swarga kul panjenengan sekalipun sekejap bisa nyium astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pagi ning dina kiamat mater muga kul panjenengan bisa nyium bau aroma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mater muga pagi ning akhirat sekalipun sekejap bisa asanding alengki ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Mon nyongo dari amal estuna tak patut, cetak pantesah. Minta pangki ben Gusti Kanjeng Nabi. Tetapi harapan besar kul panjenengan karena percuma masuk ke surga tapi tak bisa ketinggal ke Kanjeng Nabi. Percuma masuk ke surga tapi tak bisa alengki bagi Gusti Kanjeng Nabi. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kenikmatan surga ada rasana, pemandangan surga ada nilai. Tetapi sebernilai dalam surga benih pemandangan, benih kakanan, benih enoman, benih fasilitas. Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Karena beda sang kekasih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kula panjenengan masuk surga, tak mungkin surgana padewi surgana Kanjeng Nabi, tak mungkin para hadirin. Kanjeng Nabi kelas ateki. Kanjeng Nabi kelas berneng firdaus. Lamun kula panjenengan masuk surga, tak bekal padewi surgana para anbiya wal mursalin. Tak bekal padewi surgana para belin Gusti Allah. Tak padewi surgana bah muhajir, tak kira pada sebab amal tak pada. Tapi mak pola kelaban dasar mahabbah, kelaban dasar cinta ada orang sesai. Apa kenceng ngelakonin bareng sesai. Pas kaul panjenengan pagi, apa polong bi orang-orang sesai. Amin Allahumma amin. Matur muka manfaat barokah. Matur muka setu aja saya hadir. Matur muka lancung umur sehat wal afiat. Tahun boleh bisa pangki dalam kemudahan silangkong saya. Amin Allahumma amin. Jangan lupa nasihat neka esto perhatiaki. Montrok oleh rahmat Allah kabitin ngelakuin kebagusan. Mun berat ngelakuin kebagusan, pesenang do orang-orang sing ngelakuin kebagusan. Mun enten kul panjenengan maka jauh dari rahmat. Mulai jauh dari rahmat, jauh daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Matur muga sekone titik ilmu manfaat sebarokah. Matur muga setuju bacaan-bacaan kul panjenengan dari awal ngantos akhir. Itu bikin bacaan saya keterima sing kering sepuh kul panjenengan alam kubur setuju pepadeng, Jember yang kak derajat. Matur muga sepora tu sana. Keterima setuju amal saya nah. Segi pada umur tambahan umur sebarokah, sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri fa'lamannahu. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وحمده سبحان الله
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله عدد ما خلق 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 الله يا 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 الله سلمنا بالدنيا والآخرة يا الله سلمنا بالدنيا يا الله سلمنا بالدنيا والآخرة يا الله سلمنا بالدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وياسين وما عملنا من عمل صالح في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم وسوس إلى روح قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ بلا سنة شادر إمامنا الشافعي ثم وسوس إلى روح سيد الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي وعمه الويام الفقيه مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف شيخ أبو بكر بن سالم شيخ قل بن سالم فخر شيخ قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش الشيخ علي بن عبد العباس قطب الداه والإشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ثم وسوس إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه المرحوم المغفور له به مهاجر بن دمير وأصولهم وفروعه ومن انتسب إليه والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يتلألأ ويسعى بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفرة من حفر نيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وغفر عنهم شيء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة فخر الزكن واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد